الجزء الثاني من الطعمية بعد ما حطينا البهارات شبت وكزبرة وبقدونس وبصل وثوم وكل حاجة وحطينا البهارات. بهارات توم وبهارات بصل بودر وكزبرة ناشفة وملح وفلفل وشطة، كل حاجة حطيناها وفرمنا الطعمية زي ما انتوا شفتوا كده وقلبناها، وهنبدأ نقليها عشان تشوفوا الشكل بتاعها بعد القلي. انا بعملها زي صوابع الكفتة كده، بما انها بعملها بطريقة خاصة يعني مش زي الطعمية اللي بره. اهي احنا بنعلي النار بس لغاية ما الزيت يقدح، بعدين نوطي، لأن طبعا هي معمولة برز، لازم نوطي عليها النار عشان الرز بتاعها يستوي. هنعمل منها برضو قرص اهي، شوفوا برضو هي طعمية طبيعية. يا حبايبي هي اتعملت. انا بعمل عينة بسيطة من 2 كيلو الباقيين اللي انا عاملاهم، هقعد افرم فيهم براحتي بقى. انا قلت اعمل عشان مدام ملك او ملاك اللي هي طلبة الطعمية، هي حزينة بالشكل ده مش هيحصل له حاجة خالص. طول عمري بعملها كده، بعمل 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو، بحطها في التلاجة بس بطلعها قبل الأكل بشوية نسيبها تفك. ايه بطلع مثلا قبل الفطار بشوية قبل العشاء على حسب. والله أنا عندي واحدة جارتي بعتلها مرة كيس سكرته كفتة جمبري، راحت جاية عاملاها بلونها وبعتلي طبق. عجبتني أوي، قلت لها الكفتة دي عملتيها ازاي؟ قالت لي بالطعمية بالعجينة اللي انت بعتها لي. من اليوم من ساعة ما عرفت انها عجينة الطعمية علمتها الطريقة وبدأت تعملها. يلا ده الجزء التاني بتاعنا من الطعمية، وبالهنا والشفا.